رحلة النهاردة غير أي رحلة تانية هتعيشوها بمعافرة ومع بطلنا اللي بتبدأ قصته لما يكمل 10 سنين عشان يعرف الفئة بتاعته، والناس كلها متحمسة خصوصا إنه ابن أميرة السيف وسيد السحر، فالكل مستني الفئة الأسطورية بتاعته. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. بطلنا إيريل بعد اجتماع مع أسرته وأخته الكبيرة قبل ما يتوجهوا لاحتفال الفئات اللي كل طفل بيتم منحه فئته فيه، بيكون هو الوحيد الهادي فيهم. هما بيتكلموا وبيسرح بخياله وبعدين بيتوجهوا لمكان الاحتفال، وبيبدأ الكاهن بيقول لهم اتقدموا واحد ورا التاني من اليمين للشمال، وبيخرج اول واحد وبيقف قدام الكاهن. فالكاهن بيحط ايده على دماغه وبيقول له حديد ومطرقه شايفهم؟ الولد بيقول له ايوه، بيقول له انت حداد. فبيفرح الولد لانه زي ابوه، وبيكمل الكاهن تحديد فئات كل الاولاد لحد ما يوصل لايريل. وقبل ما ايريل يطلع اخته بتقول له ان سلالتك بتاثر على فئتك، فاكيد هتحصل على فئه عاليه. ولما بيتوجه ايريل عشان يطلع الناس كلها بتقول هو ده ابن اميره السيف وسيد السحر، اكيد محدش هينسى العيله دي، هو ابنهم فاكيد هياخد فئه عاليه. الكاهن بيقول لايريل غمض عينك، وبيحط ايده على دماغه فبيغمض عينه ايريل وبيقول للكاهن بس انا مش شايف حاجه. فالكاهن بيقول له بس المفروض يبقى في حاجه كده، ما يبقاش في غير تفسير واحد انك من غير فئه. فالناس كلها بتتصدم، بس رد فعل ايريل بيبقى عادي وكانه لا يبالي. تاني يوم بيكون ايريل بيتدرب قدام امه وابوه، وامه بتقول له ما تقلقش هنواصل العمل حتى لما نتقاعد عشان ما تضطرش لاجبار نفسك على انك تدور على شغل. وبيرد ابوه ايوه مش لازم تفكر بالموت. فبيرد ايريل انا مش هقتل نفسي او اعتمد عليكم للابد، انا هسعى واوصل للي انا بحلم بيه. وبيقعدوا يفطروا. بيقول لهم ايريل انا مش محبط خالص اني ما عنديش فيها، انا كنت بتعلم فنون المبارزه مع امي من لما كنت صغير، اكيد كان هيبقى اسهل لو اخدت فئه مبارزه او استخدمت مهارات السيف، لكن حتى من غير فئه فانا تقريبا عارف ازاي استعمل السيف بفضل التدريب، رغم ان الموضوع ما كانش تدريب بجد لان امي كانت قويه جدا. عشان كده حتى لو ما عنديش فئة او مهارات مش هخلي الاحباط ياثر عليا. وبيسيبهم ويروح ساحه التدريب، وبيلاقي هناك طفلين اخذوا فئه المبارزه وبيتدربوا مع بعض هناك. فبيشوفوا واحد فيهم فبيقول له مش انت اللي من غير فئه؟ ليه انت هنا؟ بيرد ايريل وبيقول له جيت عشان اتدرب زي كل الولاد. فبيرد الولد ويقول له احنا مبارزين زي ما انت عارف فمش محتاجين نتدرب، احنا جينا بس عشان نختبر مهاراتنا وهنقدم لك عرض توضيحي يا فاشل. وبيبداوا يتقاتلوا قدامه. فبيقيم ايريل الوضع وبيكلم نفسه ان اول مهاره بيتعلمها المبارزين هي فن المبارزه الاساسي، بيخليهم مقاتلين كويسين لحد معين. فبيقاطعهم ايريل وبيطلب ان حد فيهم يبارزه، فبيضحكوا عليه وبيقول له من غير فئه عايز يبارز مبارز مش هيبقى ليك اي فرصه. بيرد ايريل وبيقول له اعتقد اني هكون منافس جيد. فبيتعصبوا، وواحد بيقول له انت فاكر انك اقوى مني؟ يلا نتبارز، بس قبل ما نبدا انت عندك الحمايه المقدسه صح؟ فبيقول له ايريل ايوه ما تقلقش. بيكمل الولد كلامه فبيقول له يعني اقدر اضربك براحته ومش هتموت؟ بيقول له ايريل ايوه وتاكد انك مستعد لنفس الموضوع. ويبدا القتال، وبيكون ايريل بيدافع كويس واللي قدامه مش قادر يهزمه. فبيطلب من صاحبه انه يتعاون معاه، فبيتخطى ايريل ضربته من ورا وبيرجع يهجم عليهم وبيوقعهم الاثنين وبيقول لهم واضح اني فزت. فالاثنين بيعترضوا وبيقولوا له ده ما يتحسبش، انت استنيت لما قللنا من حذرنا، ما ينفعش تبقى الفايز. فبيتدخل طفل من بره شعره احمر بيقول لهم وقفوا ده، انتوا فاكرين ان العدو هيهتم بجد لو بدات تشتكي كده في ساحه المعركه؟ المبارز الحقيقي بيعرف يتصرف افضل من كده. وبيدخل الولد ابو شعر احمر لايريل وبيقول له انت ابن الاميره المبارزه صح؟ فبيقول له ايوه. فبيكمل واضح انك ورثت موهبه فطريه عشان تقاتل بالمهاره دي وانت من غير فئه، اما دول فمجرد عيال تافهه، ما تخليش فوزك عليهم يخليك مغرور. قاتلني انا هوريك انت اللي من غير فئه ان ايه اللي ممكن يعمله المبارز الحقيقي. انا ابن رئيس الحرس الكابتن ايفانز. فبيفتكر ايريل لما كان بيجي شخص شعر احمر يطلب من ام المساعده في صيد الشياطين. بيكمل الولد ابو شعر احمر الكلام وبيقول له والدي مش بس بارع في مسك السيف، بل هو كمان قائد حاسم بيحترمه الناس كلها، ومع ذلك والدتك هي دايما المبارز رقم واحد في القريه. فبيقول له ايريل يعني انت متعصب من امي وبتفرغ غضبك عليا صح؟ الابناء بيورثوا مواهب اهلهم، عشان كده ههزمك واثبت ان عائلتي اقوى من عائلتك. وبالمناسبة أنا بقالي سنة من ساعة ما بقيت مبارز، لكني ما سمحتش للغرور إنه يمنعني من التدريب، وتعلمت فن السيف من والدي ووصلت بالفعل لمهارات متوسطة، عشان كده مش هتقدر تهزمني. أنا عارف إنك بتحترم والدك وإنك بذلت جهود كتيرة عشان تبقى مبارز، لكن أمي كمان دربتني على استخدام السيف ومش مستعد إن أنا أخسر قدامك. ويبدأ القتال وبيكون تحركهم سلس والقتال متساوي، وبيقول الولدين كأنهم عاصفة بتتقاتل. هو بجد ده من غير فئة؟ ده ازاي واقف قدام اللي عنده مهارات متوسطة؟ وايريل بيبقى قاعد بيكلم نفسه وهو بيحارب هو اقوى من الاثنين التانيين، لكن عشان هو متعصب بيخلي ضرباته متسرعة جدا. لو اتمكنت ان انا استغل ده، وبيحاول يقرب، ولما بيقرب بيتفاجئ بهجوم اسمه شطر السيفين، بيحاول يصده وبيصد ضربة فعلا منه والتانية بتيجي فيه. فبيقول له ابو شعر احمر متفاجئ انك صديت الضربة من مسافة قريبة كده. فبيسأله ايريل
ايه كان ده؟ ازاي هاجمتني من مكانين في وقت واحد؟ فقال له انها مهاره هجوميه اسمها شطر السيفين، تقنيه تضرب ضربتين في حركه، شخص زيك من غير فئه مش هيقدر يصدها. رد ايريل ما تبقاش واثق كده، مش هتعرف الا لو جربت. بيروح بعد كده لبيت ايريل واخته بتصحيه من النوم، فبيصحى يبص عليها وبعدين ينام تاني، فبتقول له هصحيك ببوسه صباحيه. فبيقوم ايريل وبيقول ده بقى الصبح فعلا، وبيقوم عشان يفطر. وبعد ما بيخلصوا اكل بتساله اخته هتروح التدريب تاني؟ فقال لها اه، هو ده المخطط النهارده. وبيستأذن عشان يخرج، وبيروح ايريل الغابة وبيكون بيتمرن بالسيف، وبيقدر يعمل ضربة شطر السيفين أخيرا، وبيقول لنفسه إني قدرت أتحمل كل الضربات دي عشان أتعلمها، كان الموضوع يستاهل. وفي اللحظة دي بيكون في جوبلين مستخبي وبيهجم على ايريل، فبيجرب ايريل المهارة الجديدة شطر السيفين وبيقدر يهزم الجوبلين بسرعة. وبعدها بيسمع صوت وحش عملاق، فبيقول ايريل ليه في وحش عملاق قريب من القرية كده؟ لازم ابلغ الحراس بسرعه. وهو بيتحرك بيسمع صراخ طفل، فبيبلع ريقه وبيقول لو كده مش هيبقى في وقت انادي الحراس. وبيقول مش مهم، انا بقيت قوي هقدر انقذه. وبيتحرك ناحيه الصوت وبيبص يلاقي الولد اللي شعره احمر واقف مصاب وقدامه جوبلين ضخم، وبيلف ورا الجوبلين وبيقول لنفسه بسبب حجمه الكبير عليا التركيز على ثبات قدمي اكتر من حركه معصمي، التوقيت هو كل حاجه وانا اقدر اهزمه. وابو شعر احمر بيقول لنفسه هو كده انتهى الامر، مش هقدر اواصل، هموت بالطريقه دي، انا اسف يا بابا. وبيسمع في اللحظه دي صوت ايريل وهو بيفعل مهاره شطر السيفين، وبيلاقي الجوبلين مات. وبيكون ايريل واقف بيقول زي ما توقعت، التوقيت وثبات القدمين كانوا المفتاح، كويس اني اخدت بالي. وبيقع ابو شعر احمر على ايريل وبيقول له ايريل انت المفروض تتعافى، فين مياهك المقدسه؟ فيبص الواد على الارض، فبياخد ايريل باله انها مكسوره، بيقول له طيب ممكن تستخدم بتاعتي، وبيديها له يشربها. فبيتشفي بسرعه، بيمسك ايريل وبيقول له ايه التقنيه اللي انت استعملتها دي؟ فبيقول له ايريل شطر السيفين. فبيرد ابو شعر احمر اللي لحد دلوقتي ما نعرفش اسمه ما تبقاش سخيف، شطر السيفين حركه معقده ما ينفعش حد ينفذها الا لو عنده المهاره. بيرد ايريل ان ايوه هي معقده وعشان كده اخذت وقت طويل وجهد اضافي عشان اتعلمها. ببساطه اي حد بيملك القوه والسرعه الكافيين هيقدر يعملها لو ضبط توقيته. وفي الواقع انت السبب الوحيد اللي خلاني اكتشف ده اصلا، انت استعملت المهاره دي ضد مرات كتير خلال قتالنا، وان اشوفها واجربها عن قرب هو اللي علمني، انا فكرت فيك كل يوم من اللحظه دي. فالواد ابو شعر احمر بيرد عليه وبيقول له الكلام ده سهل انه يتقال لكن الواقع مش بالبساطه دي، لكني شفتك بتعملها. بيرد ايريل هو ممكن ما يبانش عليا بس انا بكره الخساره، وعشان كده كنت عاوز اتاكد ان المره اللي هنتبارز فيها مش هخسر قدامك، فاتدربت كتير ودلوقتي انا بحصد ثمار التدريب ده. تمام، لو ده هدفك فايه رايك مباراتنا الجايه تبقى دلوقتي وهنا؟ ايريل بيقول له انت متاكد؟ بيرد يقول له ايوه، انت انقذت حياتي واديت ميتك المقدسه، اقل حاجه اقدر اقدمها لك هو رد الجميل. وبيبداوا القتال والاثنين بيستخدموا مهاره شطر السيفين، وبيتفاجئ ابو شعر احمر ان الضربتين بتوعه اتصدوا، وبيلاقي ضربه كمان ضربته. فبيقول له ايه ده؟ فبيرد ايريل ضربه ثالثه. فبيرد المفروض يكونوا اثنين، الاسم بيقول كده. بيقول له ايريل ممكن يكون ده صح بالنسبه لك، لكن شطر السيفين بتاعتي ما بتعتمدش على مهاره، عشان كده مفيش قيود محدده ليها واقدر اغيرها زي ما انا عايز، وبصراحه دي اول مره اجرب الضربه الثالثه وده كله بفضلك برضه. فبيتعصب ابو شعر احمر بيقول له المفروض انك من غير فئه، ازاي تقنيتك اقوى مني، انا المبارز الحقيقي. فبينفخ ايريل وبيقول له يعني عاوز تختبر مين الاقوى تاني؟ فبيرد ايوه، ممكن ما يبانش عليا لكني بكره الخساره، اتعلمت السيف من والدي وما ينفعش اخسر خصوصا قدام خاسر زيك من غير فئه، اكيد سيفي اسرع من سيفك. وبيبدا القتال وفعلا بيحاول يصد الضربه الثالثه لكنه بيفشل وبيقع على الارض. وبيسال ايريل اللي بيوجه السيف لوشه عشان يعلن هزيمته ازاي كان سيفك اسرع المره دي؟ انت كنت بتهاون معايا قبل كده؟ فبيرد ايريل ابدا، زي ما قلت لك كله بفضلك، لما شفت شطر السيفين بتاعتك تاني عدلت قوه ضربتي وطورتها. وبيسيبه ويمشي. وبعد كام يوم وايريل قاعد مع اهله، امه بتقول ان ابن ايفانز انطلق لمدينه بريسيجيا النهارده. فبيسال ايريل ايه هي بريسيجيا؟ قالت له امه دي مدينه السيوف، كنت بشتغل فيها قبل ما اتجوز وكنت بقاتل في النقابات هناك. فبيصرح ايريل بانه عاوز يروح هناك. بننتقل لمشهد سينمائي جميل، عربية بتقل بعض المسافرين في وسط الطريق، وسواق العربية بيقول لهم أعزائي المسافرين المحطة الجاية بعد ما نعدي الجبل هي بريسيجيا مدينة السيوف. وبنعرف ان 2 من الركاب، واحدة مبارزة سيفين والتاني محارب همجي، ودي من الفئات المتقدمة. فبيقول لهم سواق العربة ان انتم حتى بين الفئات المتقدمة ففئاتكم أقوياء بشكل خاص. وبعدين بيقول لهم لو مش ممانعين ممكن تستعملوا قوتكم وتحاربوا الاورك دول. بيرفض الاثنين وبيقولوا دول بيرسلوا فرق كامله عشان تقضي عليهم، احنا بنرفض نخاطر بحياتنا عشان ناس تانيين. فالسواق بيقول يبقى كده لازم نهرب احنا كمان. فبيلاقي واحد من الركاب بيتقدم وبيهجم على الاورك، وبيطلع ايريل بس كبر، وبيكون بيتحرك بسرعه كبيره بمهاره اسمها اندفاع البرق، والوحوش بتبدا تحاصره فمش بيقدر يستعمل المهاره دي وسطهم، فبيقتلهم كلهم بشكل يوحي انه بيرقص بمهاره اسمها رقصه النصل. والمهاره دي مهاره من فئه اميره السيوف،
اللي هي للستات بس. فالسواق بيستغرب انه ازاي قدر يستخدمها، وبيقدر ايرل يهزم الاورك كلهم ومعاهم ملك الاورك لوحده. وبيروح لسواق العربيه بيقول له يلا نكمل طريقنا، انا محتاج اتدرب ابقى اقوى. فالسواق بيقول له اعتقد انك قوي بالفعل. بعدها بنرجع فلاش باك كده قبل 5 سنين من النهارده، وايرل بيتدرب قدام امه، فبيستعمل قدامها مهاره شطر السيفين. فبتقول له انا تقريبا لسه بحلم، انا شفتك بتستعمل مهاره شطر السيفين. فبيرد ايرل وبيقول لها ايوه انا عملت كده. فبتكمل كلامها وتقول يبقى اكيد انا بحلم، انا مش مصدقه اني بحلم بده، شكلي ما تقبلتش ان ايرل من غير فئه. فبيهديها ايرل وبيقول لها امي ده مش حلم، انا اتعلمت بجد ازاي انفذ شطر السيفين. الامر اخذ مني كتير من التدريب لكني قدرت اعملها، وانا محتاج اعيد اتقان مهارات تانية برضه. وبعد ما اتعلمها عايز اروح لبريسيجيا واختبر قوتي وصلت لايه. بنرجع لارض الواقع والسواق بيصحي ايرل وبيقول له اننا وصلنا بريسيجيا، وبيقول لايرل انك لازم تنضم لاحد النقابات، معظم المبارزين هنا بيشاركوا في بطولات القتال وبيعيشوا من جوائزها. فايرل رد قال له ما عشان كده انا هنا عايز اقاتل اقوى المحاربين، وسابه ومشى. وبيتمشى ايرل في المدينه فبيلاقي النقابات اللي بتطلب المبارزين للانضمام، وفجاه بتيجي واحده من وراه وتطلب منه الانضمام لنقابتها وبتقدم له عقد التسجيل في نقابتها على طول. فبيرفض ايرل وبيسيبها ويمشي. فبتمسكه وتقول له انت ازاي ترفض وانت حتى ما بصيتش عليه. بيرد ان محدش محبط لتجنيد مبتدئين بالشكل ده الا لو كنتم نقابه صغيره عندكم نقص في الاعضاء. فبتقول له لا نقابتنا مشهوره جدا. فبيقاطع ايرل كلامها وبيقول لها ايه اقوى نقابه هنا. فبتقول له بجد انت بتسالني سؤال زي ده، انت ما عندكش اي اخلاق. المهم بتقول له الشفره السوداء. بيروح ايرل لمقر الشفره السوداء وبيقف في طابور تقديم اللي بيكون طويل جدا، ولما بيوصل لاول الصف اخيرا بيساله مسؤول الاستقبال ايه فئتك، فبيقول له ان من غير فئه. فبيضحك موظف الاستقبال وبيقول له كده اتفضل امشي. فبيقول له ايرل ما ينفعش تستثنى حالتي، انا واثق ان هعدي الاختبار بتاعكم. فبيقول له لا القواعد هي القواعد. وبيمشي ايرل لباقي النقابات وبرضه بيحصل له نفس الموضوع، بيترفض من كل النقابات عشان هو ما عندوش فئه. وبيقعد ايرل محبط وبيقول لنفسه انا ما كنتش متخيل ان الفحص المبدئي هيبقى بالصعوبه دي. وبيفتكر جواب التوصيه اللي امه بعتته معاه لنقابتها القديمه، وبيقول كنت فاكر انها بتبالغ بس تقريبا كده هي توقعت ده. وهو قاعد بتيجي من وراه البنت اللي كانت بتحاول تضمه لنقابتها من شويه، وبتقول له خليني اخمن انت لسه ما لقيتش نقابه صح؟ ايه رايك تنضم ليا؟ بيقول لها لا برضه. وبيبدا يمشي في المدينه عشان يوصل للنقابه، وهي ماشيه وراه بتحاول تقنعه، وبيقرب يوصل للعنوان. فبتقول له على الاقل زورنا. فبيقول لها ما تدوري على حد تاني على الاقل ممكن يقبل. فبتقول له احنا قريبين اصلا، وبتشاور على النقابه. فبيلاقي ايرل مقرها شبه مقر الشفره السوداء، يعني نقابه كبيره. فبيقول لها امال ليه عندكم اعضاء قليلين؟ فبتقول له عادي هنرجع عصرنا الذهبي ناب التنين خالده للابد. فكما توقعت عزيزي تطلع هي نقابه امه. المهم بيدخل وبيقابل والدها اللي بيبقى مش كويس وبيسيبهم ويمشي. فبتقول لايرل ان ابوها كان افضل سياف في بريسيجيا بس بعد ما فقد دراعه وهو على الحال ده. وبتقول له انت كده غيرت رايك. ايرل بيقول لها لا انا مصمم على الانضمام للنقابه دي، وبيوقع على العقد على طول. فبتاخد منه العقد وبتقراه بتلاقيه كاتب فيه انه بلا فئه. فبتقول له بلاش هزار دلوقتي. فبيقول لها بس انا مش بهزر، وبيوريها بطاقه هويته. فبتقوم تجيب سيف وتقول له من الافضل انك تلغي العقد ده لو عايز تفضل عايش. فبيقول لها ليه؟ فبتقول له عشان المفروض انك على الاقل يكون عندك مهارات السيف الاساسيه عشان تنضم لاي نقابه. وبتبقى متعصبه. فبتدخل بنت من بره شعرها احمر اسمها راينر، وبنعرف ان بنت صاحب النقابه اسمها ليليا. بتجري ليليا عليها وبتقول لها كنت مبسوطه اني لقيت حد ينضم بس طلع بلا فئه. فبتقول راينر مستحيل، وتبص في وشه وبتقول له انت مش فاكرني؟ كنا بنتدرب مع بعض في نفس القريه. فبيقول لها بس انا مش فاكرك، انا متاكد اني كنت هبقى فاكر حد جميل زيك، بس انا فاكر اني اتدربت مع حد عنده نفس لون شعرك بس ده كان ابن ايفانز. فردت قالت له ايفانز ما كانش عنده غير ابنه والابنه دي هي انا. بيرد ايرل بيقول لها اسف ما كنتش متخيل انك نفس الشخص. فراينر بتطلب منه ان هو ينافسها عشان تحدد اذا كان يستاهل انه ينضم او لا، وعشان هي مش هتخسر منه تاني. بتبدا المبارزه وبتستعمل راينر نفس المهاره اللي استعملتها قبل كده وهي شطر السيفين، وبيرد ايرل بنفس المهاره لكنه مش بيقدر يصدها. فبيقول لها ايه ده ازاي؟ فبترد تقول له انت استهنت بيا زي ما قلت لك، انا بقيت اقوى واتدربت لمده 5 سنين. وبتوقع السيف في الارض وبتقول له السيف ده اتقل ب5 اضعاف من السيوف العاديه، مش هتقدر تفوز لمجرد انك بتصد هجماتي بس. وبتهجم عليه تاني فبيبعد عنها وبيقول لها اعتقد كان غلط انك تقولي لي سر قوتك. فبتقول له ما تقلقش اصلا مش هيبقى عدل لو ما اديتكش شويه افضليه. فبيرد ايرل ويقول لها لو دي سرعتك القصوى فمش هحتاج اصلا ان تلمس منك. فبتتعصب راينر وبتهجم عليه وبتكتشف انها صوره ظل. بيهجم عليها ايرل من ورا وبيقول لها انت كمان قللتي مني. فبتقول له بس مهاره الظل مهاره من الفئه العليا، ازاي قدرت تستعملها؟ فبيقول لها ببساطه اتعلمت ازاي اتحرك بسرعه كبيره. فبتقول له اكيد في اكتر من ده. فبيقول لها اكيد كتير من الجهد والتدريب.
المهم بيغفلها تاني وبيلاحظ ايرل انها ما فقدتش حاجز الحمايه المقدس مع انها انضربت مرتين. فبتقول له راينر ان مقاتلو الشفرات عندهم مهاره اسمها العزيمه، فضرباتك مش كفايه عشان تعمل لي ضرر. تهجم تاني فبيستعمل ايرل مهاره الصد المتقن وبيهزمها وبيقول لها ان دي مهاره صد لاميرات السيف اتخصصت فيها امي. بتعيط راينر ان ايرل لسه اقوى منها وبتمشي، وبيرجعوا لاوضه الاجتماعات وبتقول له ليليا انت متاكد انك مش هترجع في كلامك؟ بيقول لها انا وقعت العقد خلاص وهي كده مش هقدر انضم لاي نقابه تانية حتى لو عايز. ليه كنت ملحه انك عايزه عضو ضروري؟ فبتقول له اننا علينا ديون كتير بس في معركه نقابات كمان اسبوع كل اللي علينا اننا نكسبها وبعدها هيبقى عندنا كفايتنا ان الفلوس لسداد الديون وفائض كمان، بس كنا محتاجين 3 اشخاص على الاقل للمشاركه فعشان كده كنت بدور على عضو ثالث. بيقول لها ما تقلقيش كل اللي علينا اننا نفوز بالبطوله. فبيلاقيها قلقانه فبيقول لها مالك؟ بترد تقول بس احنا هنواجه فريق من 5 واحنا 3 ومش عارفين قوتهم. فبيقول لها ايرل ده احلى حاجه، ده سبب اني جيت هنا اصلا. تاني يوم بتعلن ليليا عن انهم رسميا يقدروا يشاركوا في مسابقه النقابات، وان المسابقه بنظام الاقصاء الفردي يعني الكسبان على الارض، والنقابه اللي بتخسر هي اللي بيتهزم كل اعضائها، وان اهم حاجه اننا ما نواجهش منافسين من الرتبه ايه لان احنا كده كده عندنا 2 من الرتبه بي، وبما انك يا ايرل هزمت راينر فانت كمان من الرتبه بي، ومفيش اصلا في بريسيجيا كلها غير 20 مقاتل من الرتبه ايه، وبتسيبهم وتروح عشان تعرف اسم النقابه اللي هتواجههم. وبعد ما بتمشي ايرل بيسال راينر انها تضربه بالسيف وهو فيه غمضه، فبتقول له ان السيف بتاعها مش زي السيف العادي، فيمسكوا ايرل وبيحركوا بمنتهى السلاسه. فبتقول له ازاي عملت ده من غير مهاره القوه الجباره؟ بيرد بان عندي اكتر من القوه الجباره، المهارات اللي انا بستعملها اكتسبتها من خلال التدريب اليومي. بتقتنع راينر وبتبدا تضربه بالسيف، وبعدها بتيجي ليليا بتجري بسرعه وبتقول لهم في خبر وحش، انا عرفت النقابه اللي احنا هنواجه النقابة الأولى حاليا الشفرة السوداء، وهم عندهم 8 مبارزين من الرتبة ايه، وزعيم نقابتهم جورج مش بيحب نقابتنا وعايز ينهيها. بننتقل بعدها ليوم المسابقة وبيكون الناس متجمعين كلهم وبيكون كله مراهن على فوز النقابة الجديدة الشفرة السوداء، وليليا بتقول لهم انها سحبت فلوس تاني وراهنت على نقابتهم. فارل بيقول لها بس كده هنخسر، قالت له لو خسرنا نخسر واحنا بنحاول. وبيجي جورج يقاطع كلامهم وبيقابل ليليا ويقول لها سمعت انكم ضميتوا مبارز من غير فئة، الموضوع ده مضحك بس على الاقل المفروض تشكريني لاني انا اللي سعيت عشان نقابتكم تواجهنا وحاولوا تغلبوا على الرتب ايه بتاعتنا. وبيسيبها ويمشي. بيدخلوا جوه عشان نبدا المعركه وبتقدم المقدمه المبارزين، وبيدخل ايرل الحلبه وبتقدمه على انه من غير فئه، وبينزل قدامه رتبه ايه والناس كلها مصدومه ان في حد جاي يقتل نفسه وهو من غير فئه. بتبدا المبارزه وبيهجم على ايرل بطعنه خطيره وبيبقى فاكر انه هزمه لانه فعلا بيطعنه، بس بيكتشف انها نسخه ظل. بيضرب اللي وراه وبتبقى برضه نسخه ظل، بيلاقي 3 ظل وبيقربوا يهاجموه بيصدهم، وبيلاقي ايرل هجمه وطعنه وبيقول له انا الحقيقي اما ال3 التانيين هم نسخ. بيقول له 3 نسخ مستحيل وهو بيقع في الارض. بيرد ايرل ان امه كانت بتصنع 5 نسخ على الاقل في التدريب وكانت اسرع من كده ويبقى ايرل متضايق انه ما قدرش يقلد طعنته وبيقول انا محتاج اتدرب اكتر. بيدخل المتنافس التاني وبيهاجم ايرل بس برضه بيهزمه، والتالت بيدخل وبيهجم عليه بمهاره برجله كده بس برضه ايرل بيتفاداه وبيهزمه، ويبقى كله مش مصدق ان ايرل هزم 3 من الفئه ايه بسرعه كده. بيبدا المبارز الرابع يدخل ويبقى مبارز درع، وبيقول لايرل بطل تكذب انت مستحيل تكون من غير فئه. ايرل بيقول له صدق زي ما انت عايز بس مبارزين الدرع مقرفين قوي مش عارف اثر عليك بسيفي فلازم استنزفك واحده واحده. بيهجم عليه مبارز الدرع بمهاره اسمها ضربه الدرع، فايرل بيستعمل مهاره المبارز اللي قبل ده وبيصدها وبيوقع الدرع. بيقول له انت ازاي استعملت المهاره دي؟ بيرد ايرل قال لي انتهى بس كانت ضعيفه، وبيستعملها تاني فبيضربه. بيقول له بس ده مش ممكن. بيرد ايرل بيقول له في مهارات عايزه تدريب متقن بس برضه في مهارات اقدر اعملها من اول مره زي مهارتك كده. وبيروح يمسك الدرع وبيهجم عليه وبيهزمه بمهارته. الناس كلها بتتصدم وبيبقوا خايفين ومش مصدقين انه من غير فئه وبيطلبوا بطرده. فبتقوم المنظمه بعرض بطاقه هويته على الناس كلها، فبيتصدم الناس اكتر انه فعلا من غير فئه. بتبدا المباراه الاخيره وبيدخل ساموراي الحلبه بيقرب من الكتانه بتاعته. ايرل بيقول لنفسه لسه ما سحبش سيفه بس انا حاسس بالخطر، من الخطير اني اقرب منه. فبيقول له الساموراي انت كويس على فكره وذكي عشان مش عايز تقرب، كانت خطتي ان اخليك تقرب مني وانهي الموضوع بهجمتي القاضيه. فيبدا ايرل يقرب واحده واحده. فبيقول له غريب انت عرفت خطتي بس قررت تحفر قبرك بنفسك. بيرد ايرل اننا مش هنتحرك من مكاننا لو انا اللي ما بداتش الهجوم، وكمان عايز اشوف مهارتك. بيقول له بس ده مش ممكن، اللحظه اللي هفعل فيها مهارتي انت هتبقى على التراب. بيقرب ايرل اكتر وبيقول لنفسه انا هبدا بنسخه مني، وبعدين بيقول لا الراجل ده هيفهم على طول انها نسخه. بيقرب اكتر فبيسحب التاني الكتانه بسرعه فبيختفي ايرل من قدامه. فبيقول مستحيل دي ما كانتش نسخه ظل،
انا متاكد ان هو اللي كان واقف قدامي. بيظهر ايرل وراه وبيقول له انت فعلا سريع، انت ممكن تكون اسرع حد شفته هنا، بس انا اتدربت على ايد حد اسرع منك. وبيهجم عليه بمهاره والدته اعصار الطعنات، وبينهي النزال. ونقابة أنياب التنين بتسد ديونها من الرهان بتاع ليل. بس رئيس نقابة الشفرة السوداء بيبقى متضايق وبيقول إن ده مش هيعدي بالسهل. في نهاية اليوم لما بيرجعوا للنقابة بيبدأوا يحتفلوا وبيخربوها، وإيرل بيبقى متفاجئ إن ليليا بتكون عمالة تشرب وتغني وبتكون خرباها. لكن بالنسبة لراينر بتقول له بقول لك فكك يا اسطى من الكلام ده وتعالى نشرب عصير مع بعض. المهم إن دلوقتي إيرل بيكون أهم شخص في النقابة، وقدر إن هو يخليهم ينتصروا ويخرجوا مؤقتا من وضعهم. وليليا عشان تخليه ما يسيبش النقابة بتعرض عليه الزواج. بيقول لها فكك مني، انا لو فكرت اني في يوم من الايام ارتبط بشخص فانسب واحده بالنسبه لي هتكون واحده زي راينر. طبعا هي اول ما بتسمع الكلام ده بتكون في قمه الاحراج وبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو انت عايز ترفضها شوف لك واحده تانية من غير ما تدخلني في الموضوع. ايرل بيقول لها ليه بتقولي الكلام ده؟ انا فعلا بتكلم بجد. بتقول له لا مفيش الكلام ده، كل الناس اللي حواليا بتشبهني بالرجاله بسبب ان انا بستعمل السيف للمبارزه، والكلام ده عموما مش في دماغي. اهم حاجه دلوقتي اني انا اكون اقوى مبارزه بمدينه السيوف. وبعد كده بنشوف ان هم بينزلوا تاني لساحه التدريب، وبنشوف ان راينر بتمسك ايرل وبتبدا بقى تلطش له كالمعتاد. بتقول له مش كفايه كده ولا ايه؟ انت لو فضلنا كده فعظمك كله تقريبا هيتكسر. بيقول لها هو ده اللي انا عايزه بالضبط، لان ديت انسب طريقه عشان اقدر ان انا اتقن بها مهاره الصمود، وانا اصلا مش هقدر ان انا اكتسب المهاره دي غير بشخص انا فعلا بثق فيه. وبنشوف ان ابو ليليا بيوصل لعندهم، وزي ما انتم عارفين ان هو اصلا بيكون رئيس النقابه، بس بيكون ما يعرفش ايه اللي حصل اصلا. بنته بتبدا تحكي له عن اللي هم بيكونوا قدروا يعملوه في قلب المبارزه، وان هم انتصروا، وفوق كل ده كمان قدروا ان هم ينقذوا النقابه من الافلاس، وقدروا يسدوا كل ديونهم. وكمان اللي كانوا ضدهم هم نقابة الشفرة السوداء، اقوى نقابة موجودة في الوقت الحالي. بيقول لها اكيد هم استهانوا بيكم عشان كده قرروا انهم يحطوا قدامكم اضعف المبارزين. لكن هي بتقول له لا مفيش الكلام ده بالعكس كانوا كلهم من الرتبة ايه، اعلى رتبة موجودة في النقابة، والفضل يرجع لايرل في الانتصار لان هو اللي قدر يهزمهم كلهم لوحده. بيقول لها يعني الفتى ده اللي لسه منضم لينا جديد من كام يوم هو دلوقتي اقوى واحد في النقابة؟ عموما انتم متفائلين زيادة عن اللزوم، ولو هو فعلا بالقوة اللي انتم بتتكلموا عليها دي اكيد اي نقابة تانية غيرنا هتقدر انها تستقطبه وتدفع له شويه فلوس عشان احنا مش هنقدر ندفعها له. بتقول له من الناحيه دي ما تقلقش. هنا بقى ايرل بيقطع الكلام وبيقول اي نعم هي ممكن تكون متخلفه حبتين، لكن هي افضل من ناس كتير بتستسلم وما بتحاولش انها تعمل اي حاجه. رئيس النقابه بيقول له انت بتقول ايه بالظبط؟ ايرل بيقول له بطل تكون محبط وابدا بقى انك تتصرف شبه الرجاله، ما انت مش واعي باللي بيحصل قدامك، فانت شخص تافه. اي نعم انت خسرت واحده من دراعاتك ولكن بايدك التانيه تقدر ان انت تكمل مبارزه. رئيس النقابه بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت تعرف ايه عن واحد كان بيستعمل سيفين ودلوقتي مش قادر ان هو يمسكهم؟ حتى لو بالفعل انا لسه بمتلك مهارات فكلها تقريبا ملهاش لازمه. لكن ايرل بيقول له انت غلطان لان اللي قدامك ده اصلا ما عندوش اي مهاره، ومع الرغم من كده قدر ان هو يهزم مغامرين من الرتبه ايه. الرئيس لما بيحس ان هو اتهان بيقرر ان هو يسيبه ويمشي، وايرل بيقول لهم اي نعم هو بيكون خسر واحده من دراعاته ولكن لغايه دلوقتي هو جامد جدا. امر مؤسف ان هي دي تكون نهايته. ليليا بتشكره عشان المفروض ان الكلام ده بدا ان هو ياثر في والدها واكيد هيعمل حاجه. وراينر بتقول مظبوط، اظن هو كل اللي محتاجه ان هو يستعيد الشغف بتاعه واكيد هيرجع تاني قوي وافضل مبارز زي ما كان. ايرل بيقول لهم انا متحمس جدا ان اتعلم منه المهارات اللي هو بيمتلكها لان انا متاكد هتعلم منه كتير مع الرغم ان هو مش في كامل قوته. ليليا بتقول له بما انك عايز تكتسب مهارات جديده ايه رايك ان احنا ننزل الزنزانه؟ طبعا هو بيكون مش عارف اي حاجه، وراينر بتبدا بقى تعرفه ان في زنزانه ضخمه بتكون موجوده تحت المدينه مليانه بالفخاخ وكمان الوحوش. طبعا صاحبنا بيكون متحمس جدا لان دي هتكون انسب طريقه يقدر ان هو يتدرب بيها. راينر بتقول له عموما احنا كده كده لازم نستعد احنا كمان لمبارزات كاس السيف، وبتبدا بقى تعرفه ان البطوله دي بيتحدى فيها اقوى المبارزين في سبيل واحد بس، ان هم يكتشفوا مين اقوى مبارز موجود في المدينه في الوقت الحالي. ليليا بتقول له على ما اظن ان انت عايز تشارك في المبارزه دي، ايه رايك ان انت تملى الاستماره دي؟ هنا ايرل بيمسك الاستماره دي وبيقطعها. راينر بتكون مستغربه وتقول له ليه انت عملت كده؟ انت مش عايز تشارك في المبارزه ولا ايه؟ وايرل بيقول لها مين قال كده؟ بس البنت اللي قدامك دي كانت جايبه عقد جواز مش استماره عشان نخش بيها المبارزه. بتقول له كنت بهزر معاك مش اكتر. وبما ان ايرل بيكون جايب اخره منها بيقرر بقى ان هو يخنقها. وفي مكان تاني بنشوف ان في شخص بيستعمل بلوره سحريه وقادر ان هو يراقبهم من بعيد، ومره واحده بنشوف ان رئيس نقابه الشفره السوداء بيوصل لعنده عشان يعرف هو بيكون وصل لفين، وبيبدا يعرفوا ان ايرل واصدقائه قرروا ان هم يخشوا الزنزانه في تاني يوم، وبيقول له بس كده، ومن الواضح يا عزيزي ان هو ناوي على حاجه مش تمام. وفي تاني يوم بالفعل بنشوف ان الشله الكريمه بتاعتهم
بتاعتنا بيكونوا وصلوا عند المبنى، وعلى جميع الاحوال من الواضح ان المكان مزدحم بالناس. راينر بقى بتقول له مظبوط، لان تقريبا كل الناس الموجوده هنا جايين عشان يبداوا يستعدوا لمبارزات كاس السيف. الناس بيكونوا واقفين طابور عشان يقفوا على الدائره السحريه دي. ليليا بتبدا تعرفه ان دي بتكون تعويذه للانتقال الاني، ويقدر انها تنقل شخص للطابق اللي هو بيكون فيه قبل كده. يعني على سبيل المثال انا بقى من خلال الدائره دي اقدر فورا اروح للطابق ال12. اما بقى بالنسبه لراينر فبتعرفوا ان هي كمان تقدر انها توصل للطابق ال14. بيقول لهم يعني لو رحت مع راينر دلوقتي هقدر ان انا اوصل للطابق ال14 على طول، ولكن ليليا بتعرفوا ان الكلام ده مش هينفع، لازم في الاول انه ينزل طابق ورا التاني. بعد كده بنشوف ان الثلاثه دول قرروا ان هم يكملوا طريقهم مع بعض لغايه ما يخشوا اول طابق، وبيكون في استقبالهم 2 من الفرسان المدرعين. بمجرد ما يبداوا ان هم يشتبكوا مع بعض الفارس اللي قدام ايرل بيختفي من قدامه وبيظهر من وراه، ولسه هيديله واحده يخلص عليه، لكن ابننا بيكون قادر ان هو يتفادى الهجمه دي بكل سهوله، وبيقرر بقى ان هو ينقض عليه وبيطير راسه. هنا بقى بتكون المفاجاه، مع الرغم ان هو بيكون قطع راس الفارس بيبدا انه يتحرك وبيهجم عليه. ايرل ما بيكونش فاهم اي حاجه، وهنا بقى رايرا بتبدا تشرح ان دول بيكونوا عباره عن وحوش سحريه بتستمد قوتها من المتاهه، وبيقرر ايرل انه ينقض عليه للمره الثانيه، ولكن بيقطع له رجليه المره دي. وبنشوف ان رايرا بتكون خلصت على الفارس اللي كان قدامها. ايرل بيكون متفاجئ ان هم مره واحده بيكونوا وقفوا عن الحركه، فبتبدا تشرح له انه بعد شويه وقت الوحوش ده هتبدا تستمد قوتها السحريه تاني وهتبدا انها تهجم علينا، وعشان كده لازم ان احنا نستغل الفرصه دي ونكمل طريقنا. وكل اللي ايرل كان بيفكر فيه ان الوحوش دي مناسبه جدا ليه عشان يبدا انه يتدرب عليهم. بنكمل طريقنا ومره واحده بنتفاجئ ان في حد بيطلب المساعده. بعد لحظات بيظهر بقى قدامهم واحد بيكون مجروح جامد، بيبدا يعرفهم ان هو بيكون دخل غرفه جديده لاول مره وتفعل فيها فخ، فبسبب كده فهو بيكون اتبهدل. راينر بتقول له المخرج قريب من هنا، ايه رايك ان احنا ناخدك لهناك؟ فهو بيعترض وبيعرفهم ان اصدقائه لغايه دلوقتي بيكونوا لسه محبوسين في الاوضه. بيبدا يترجاهم وبيطلب منهم المساعده عشان ينقذهم. وهنا ليليا بتعترض وبتقول له احنا مش هنعمل اي حاجه بدون اي مقابل، لان اي شخص موجود هنا في الديماس فهو مسؤول عن حمايه نفسه. لو عايز يعني يطلب المساعده فالمفروض يعني ان هو يدفع ثمنها. وما بيلاقيش قدامه اي خيار تاني، وبيقرر انه يطلع لهم كل الفلوس اللي بتكون معاه. بتاخدهم منه وبتقول له يلا بينا. لكن هنا ايرل بيقول لهم انتوا مش شايفين الموضوع بيكون غريب شويه؟ ليليا بتقول له غريب ليه؟ احنا فعلا خدنا شويه فلوس اهي. لكن هو بيقول لها انا مش قصدي الفلوس، انا قصدي ان الراجل ذات نفسه وبيكون شكله مريب، لان من العادي الناس اللي بتنزف دم كتير زيه بيفقدوا الحمايه الخاصه بهم. لكن هنا بقى ليليا بتقول له بغض النظر عن اي حاجه احنا دلوقتي قدرنا نحصل على المقابل، ويلا بقى بينا نساعده. وبالفعل بعد لحظات بنشوفهم وهو بياخدهم معاه للغرفه اللي المفروض اصدقائه بيكونوا موجودين فيها. وايرل بيكون متاكد ان الشخص اللي قدامهم ده بيلعب بيهم، لان في يوم من الايام لما فقد دم زيه فهو اصلا ما كانش قادر يمشي. ده بقى اللي بياكد له ان هو بيكون متصاب اصابات مزيفه مش اكتر. لكن بغض النظر عن اي حاجه فانا متحمس جدا، الامور هتبدا تبقى مثيره. وبعد شويه مشي بنشوفه بياخدهم عند حيطه وبيعرفهم ان في زرار كده بيوديهم للغرفه السريه. وبعد ما الغرفه دي بتتفتح بنتفاجئوا ان مفيش حد موجود في الاوضه، فبيسالوا نفسهم هو احنا جينا متاخر ولا ايه؟ ليليا بتقول لهم بصوا في بقعه دم كبيره هناك، ولكن اول ما بتلاحظ عمله معدنيه بتقرر بقى انها تجري عليها. مجرد ما بتشيلها من على الارض بنشوف في دائره سحريه بتتلف حواليهم. وهنا بقى راينر بتدرك ان هم بيكونوا واقعين في فخ، وان هم هينتقلوا دلوقتي لمكان مختلف تماما. واللي بيكون جايبهم لهنا بيكون مبتسم وبيقول زي ما انا كنت متوقع ان البنت دي هتطمع اول لما تشوف الفلوس هتجري عليها، بس اللي ما كانش عامل حسابه ان الدايره السحريه دي بتكبر وبتاخده هي كمان بالمره. ومره واحده بنشوف ان في ضوء شديد بيظهر في المكان، وبمجرد ما بيختفي بيتفاجئوا ان هم بيكونوا موجودين دلوقتي في مكان مختلف تماما. ولما بيبصوا حواليهم مش بيكون في اي مخرج. راينر بقى بتقول له ان انا دخلت الديماس كتير قبل كده، ولكن المكان ده اول مره اشوفه. في الغالب هو بيكون اعمق من الطابق 14 اللي انا وصلت له. وبنشوف اللي بيكون جابهم للمكان ده بيكون عمال يصيح في الزاويه. هنا بقى ليليا بتقوم وتقول له انت لازم تفصل لنا كل اللي بيحصل ده. لكن مجرد ما بتقوم بتشوف انها بتزق العمله الذهبيه بتاعتها لنص الغرفه وبتفعل فخ جديد، وبيعرفوا ان هو امرهم يجيبهم للمكان ده عشان يوصلوا لمكان الفخ العملاق ده وما يقدروش ان هم يهربوا منه. مره واحده بنشوف ان في فارس مدرع بيظهر قدامهم، بيتضح ان هو بيكون عباره عن وحش مصنف من ملك السيوف وبيمتلك مهاره متقدمه. ده بقى اللي بيخليهم متفاجئين لانهم كانوا مفكرين الوحوش دي عباره عن اسطوره مش اكتر. ايرل بيتاكد ان الشخص اللي قدامهم ده هيهجم عليهم، فبينزل بقى ليليا لتحت. وبالنسبه للهجوم بنشوف ان هو حرفيا بيدغدغ المكان. طبعا ما فيش ولا واحد فيهم بيكون فاهم اي حاجه، وايرل بيفصل لهم ان المهاره اللي بيكون استعملها دي هي ضرب الرياح. فجاه بنشوف ان الفارس اللي قدامهم ده بيختفي وبيظهر قدام ايرل وبيهجم عليه وبيخبطه في الجدار. ايرل بيكون متحمس للقتال لان هو بيكون قادر يتصدر المهاره دي بمهاره الصلابه. بعد ما الفارس ده بيبعد عنه وبيقول لهم
لهم ان دي تعتبر فرصه مثاليه عشان اقدر ان انا اختبر قدراتي. هو مش بيستنى اصلا يسمع منهم الكلام، وبيبدا ان هو ينقض على الفارس ده، ويبدا بقى انه يهجم عليه بهجمات متتاليه، واللي معاه بيكونوا مندهشين من سرعته. وبدون اي مقدمات بنشوف ان الفارس ده مره واحده بيبدا ان هو يفعل الهاله بتاعته، وبيخلي كل اللي قدامه يركع على الارض. هنا بقى ايرل بيكون واقف ولا بيكون مهتم بالكلام ده ولا متاثر، ويبدا ان هو يفتكر تدريباته مع والدته، هي كمان كانت بتستعمل نفس المهاره دي. طبعا المهاره دي بيكون اسمها مهاره الهبه، وبتعرفه ان اي حد بيقدر ان هو يستعملها بيثبت العدو اللي قدامه، وبالتالي يقدر ان هو ينقض عليه بكل اريحيه. وبتعرفه ان هو لازم يقاوم المهاره دي قبل ما هي تهجم عليه. بنرجع بقى وبيشيل العمله اللي مرميه على الارض وبيرميها في وش الفارس ده عشان يبطل بيها المهاره بتاعته، وبيظهر من فوق وبيقرر انه يستعمل مهاره الانفجار وحرفيا بيفرتكه. بعد كده بنشوف ان هم بيقعدوا وبيفتحوا معاه تحقيق عشان يعرفوا ازاي هو قدر يكتسب كل المهارات دي، وبيقول لهم بكل بساطه انا اتدربت تحت ايد والدتي. راينر بتقول له ثواني كده، والدتك ملقبه باسم اميره السيف مش ملكه السيوف. ولكن ايرل بيعرفها ان هي فعلا ملكه السيوف، ولكن هي عشان متواضعه حبتين قررت انها تسمي نفسها باميره السيف عادي عشان ما حدش يجذب الانتباه حواليها. فهي بتقول له طب ما كنت تقول كده من بدري، لو اعرف كده ما كنتش دخلت معاك في منافسه اصلا. وبعد لحظات قليله بنشوف ان نفس التعويذه بتتفعل تاني عشان يقدروا ان هم يخرجوا من نفس المكان اللي هم بيكونوا دخلوه. اما بقى بالنسبه للي معاهم اللي بيكون ورطهم الورطه دي، ليليا بتبدا تتكلم معاه وبتعرفه ان هو يقدر يخرج. من الواضح كده ان ايرل مش متضايق من الموضوع، فاحنا مش هنعاقبك المره دي. نسيبهم بقى دلوقتي يا عزيزي وعزيزتي ونروح لرئيس نقابه ناب التنين، وبنشوف ان هو بيكون موجود في الحانه، وبيسمع ان في 3 عمالين يتكلموا مع بعض وبيقولوا انهم ورطوا اعضاء نقابه ناب التنين في فخ ومش هيقدروا ان هم يخرجوا منه ابدا. طبعا هو لما بيسمع الكلام ده بيكون مصدوم لان هم بيتكلموا على بنته، وبيقوم مدغدغ ترابيزه ضيعه فوق دماغهم وبيقول لهم انتوا لازم تحكوا لي على كل حاجه. ومره واحده بنشوف ان في شخص بيظهر من وراه، وايوه يا صاحبي هو ده بقى بيكون جورج زعيم نقابه الناب الاسود. هنا بقى رودو بيتاكد ان هو بيكون ورا كل حاجه حصلت له. بيقول له بصراحه كده انا جايلك بشويه اخبار حزينه، ان في شويه من اعضاء نقابتي وبنتك واللي معاها بيكونوا دخلوا في مكان كده ووقعوا في فخ وشكله خطير ومش هيقدروا يخرجوا منه للاسف. رودو بيقع على الارض وبيكون حزين جدا بسبب ان هو بيكون فقد بنته. لكن بعد لحظات قليله بنشوف ان الشله بتاعتنا بيكونوا وصلوا للمكان ده طبعا عشان يشربوا وياكلوا بسبب الانتصار العظيم اللي ايرل عمله. وليليا بتتفاجئ ان والدها بيكون موجود وبيجري عليها عشان يطمن هو كمان. جورج اول ما بيشوفهم بيكون مستشاط من الغضب، اصل على حسب خطته ان هم دلوقتي المفروض يكونوا في عداد الموتى، ولما بيرجع للنقابه بتاعته بيكون واضح ان هو بيكون حقد على نقابه ناب التنين لابعد حد، لانها كانت اقوى نقابه لفتره طويله من الزمن، يعني زي مانشستر يونايتد كده. وهو دلوقتي مضطر ان هو يواجه واحد ما عندوش اي مهاره، وبيتفاجئ ان في سيف شيطاني بيبدا يتكلم معاه وبيقول له بسبب الكره والحقد اللي انت بتمتلكه فانا اقدر ان انا انفذ لك كل رغباتك. ومن ايرل بيتجمع هو واعضاء النقابه، وليليا بتكون متعصبه عشان جداول تصفيات البطوله اتحددت، فبتقول لها راينر وايه المشكله؟ بترد ليليا انها هي وايرل في نفس المجموعه، يعني كده مش هتقدر تتاهل البطوله الرئيسيه. فبيسال ايرل باستغراب كده هو البطوله اصلا فيها تصفيات؟ فبتقول له راينر طبيعي، خصوصا ان في كتير عايزين يشاركوا في البطوله، عشان كده بيشارك بس في البطوله الرئيسيه المتصدرين لمجموعات التصفيه. فبيقول ايرل لليليا اللي بتكون متضايقه ما تزعليش نفسك، انت مجرد دخولك لتصفيات بمستواك الحالي كان تحدي كبير اصلا مش كده؟ فبتتضايق منه ليليا اكتر. وبتكون راينر في مجموعه مختلفه وبتقول اكيد السنه دي هوصل للبطوله الرئيسيه. المهم بعد كده بنروح لمكان انعقاد البطوله وبتبدا التصفيات، وكالمتوقع ليليا بتخسر وبتبقى زعلانه لانها كانت فاكره انها توصل للبطوله الرئيسيه. فبيقول لها ايرل اعتقد انك كنت هتخسري حتى لو ما كناش في نفس المجموعه. المهم بنعرف ان ايرل هيواجه بنت من فئه سيافه سحريه، وقبل ما يبداوا بتقولوا البنت عشان ما تعيطش لما تخسر تصنيف سياف السحر معترف بيه، فمش عاوز اسمع صياح ان السحر مش عادل والكلام ده. فبيقول لها ايرل ما اكيد اللي هيكسب هو الاقوى، وبتبدا تهاجمه بكرات ناريه فبيتفاداها ايرل وبيقرب منها لكنها بتصده بسيفها وبتهجم بكرات ناريه تاني، فبيبعد ايرل فبتقول له اللي ما عندوش فئه زيك ما عندوش فرصه انه يكسبني. فبيقول لها ايرل بس انت مهاراتك في السيف ضعيفه قوي. فبتتعصب البنت وبتستعمل مهاره السيف السحري ويبقى سيفها ناري، وبتبدا تهجم على ايرل باللهب وبيحاول ايرل يصدها وبينجح فعلا. وبيقول لها زي ما قلت لك مهارتك في السيف مش كويسه، لو كنت زي ليليا على الاقل كان الموضوع هيبقى اخطر. وبيستعمل مهاره النصل المزدوج ويطفي نار السيف وبيظهر وراها وبيهزمها، وبيتعلن ان ايرل المتاهل من المجموعه الرابعه. وايرل في اللحظه دي بيسال نفسه هو انا ممكن اتعلم السحر برضو ولا لا؟ بنروح بعد كده لراينر اللي بتكون متوتره وبتقول لايرل مشكله المباريات النهائيه انك مش بتعرف خصمك غير قبل القتال مباشره، فده بيخلي اي شخص يتوتر. بيقول لها ايرل انت خايفه
كيف هتقابليني انا في الجوله الاولى صح؟ وفي اللحظه دي بيتم الاعلان عن اول قتال، وبيبقى جورج قائد نقابه الظلام وبطل السنه اللي فاتت ضد ايرل، وبنتفاجئ كلنا ان شكل جورج اتغير وبقى اقرب للشياطين والوحوش. ورود رئيس النقابه بيقول لايرل انك لازم تبعد حالا، جورج معاه سيف الشيطان. فبيرد جورج انه ما كانش متوقع ان حد هيعرف السيف ده. فجورج بيقول الختم اللي كان مقيدني اتفك، انا استنيت مئات السنين لحد ما مات كل اللي عرفني وبقيت مجرد ذكرى منسيه، استنيت ان حد يطمع في قوتي، انا جلده، وده وقتي عشان انشر الرعب والفساد تاني. والناس كلها بتبدا تتخض لان جلده ده هو ملك الشياطين، وبيبداوا يهربوا، ولكن جلده بيفعل حاجز عشان يمنعهم من الهروب. يبقى جلده مبسوط وبيقول لهم مفيش امتع من صراخكم وانا بقتلكم. وبيلاقي ايرل واقف مستعد لمهاجمته، وبيقول له باستغراب انت مش عارف انت بتواجه مين؟ بيقول له لا بالعكس، انا واثق اني ههزمك زي ما هزمك سيد السيف قبل مئات السنين. بيرد جلده وبيقول انا صحيح هزمني سيد السيف قبل كده، لكن على حسب ذاكرتي وذكريات الشخص اللي انا في جسمه دلوقتي فهو ما بقاش عايش دلوقتي، وده معناه ان مفيش حد يقدر يهزمني دلوقتي. فبيرد ايرل ببرود وبيقول له خلينا اصحح لك شويه حاجات. الاول ان في سيد سيف لسه عايش، وهنا بيقصد مامته، والتاني ان حتى لو انا ما كنتش سيد سيف فانا اقدر اهزمك عادي. ولسه هيتريق على ايرل بيلاقيه اندفع عليه بسرعه، فبيحاول يصد ضرباته وبيبقى متفاجئ من الحركه بتاعته، وبيقول له الحركه دي ما يقدرش يعملها غير سيد سيف، ازاي بتستخدمها؟ فبيرد ايرل اني مش مضطر اني اجاوبك. بيهجم جلده على ايرل وبيضربه فعلا، ويبقى فاكر انه هزمه، لكنه بيلاقي ايرل واقف. بيهجم ايرل بهجوم متعدد وضربات مش بتقف، وبيضربه ضربه توقعه على الارض. الناس بتحتفل وايرل بيبدا يمشي بعيد عن الجثه، لكن جلده بيكون لسه عايش وبيقول انا مش هسمح يتم ختمي تاني، لازم انسحب دلوقتي وابعد عن الولد ده، وخياري الوحيد اني انتقل لجسد بشري تاني عشان اهرب. وبيحرك سيفه عشان يهجم على ليليا، لكن رودو بينقذها. وبعدها بنتفاجئ ان السيف هو جسم جلده الحقيقي، وانه اصلا كان عايز يسيطر على رودو. وبيمسك ليليا يحط السيف على رقبتها، وبيقول لايرل لازم تسيبني عشان خطيبتك دي هتموت لو ما عملتش كده. فايرل بيقول له اولا هي مش خطيبتي، ثانيا عادي اقتلكم انتوا الاثنين مع بعض. فبيقول له جلده انت بجد مش مهتم؟ بيرد ايرل انت مش عارف ان ما ينفعش تعتبر الناس رهائن غير لو هم بقيمه حقيقيه؟ بيرد جلده بيقول له هقتلها. فبيقول له ايرل مش هتقدر تقتلها حتى لو انت عاوز، جرب كده. وبيجرب فعلا، وبيلاقي انه مش قادر يحرك ايده، وبيبقى فيه صراع بين رودو وجلده في جسد رودو، وبتهرب ليليا في اللحظه دي. فجلده بيقول له رودو انت ليه رافض قوتي؟ انا عارف الحقيقه، انت عايز القوه عشان ترجع مجدك القديم. فبيقول له رودو انا اتعلمت من ايرل ان اي حد لو اشتغل بجد هيبقى قوي، وبيرمي السيف من ايده. فبيهجم عليه ايرل وبيقسمه نصين، حرفيا لقطع صغيره مش نصين بس. بعد كام يوم بنشوف رودو في النقابه بيدرب الاعضاء الجدد، هو حرفيا بيمارس عليهم كل انواع العنف مش بيدربهم، وفعلا بيهربوا منه. فليليا بتكلم واحد بتقول له انت قاعد هنا ليه؟ قال لها مستني المعلم ايرل. فبتقول له ان ايرل ساب النقابه. وبنروح بعد كده لايرل وبيكون راكب عربيه، وسواق العربيه بيقول له مفيش بطل كسب مسابقه السيف بيمشي اول ما بيكسب زيك كده، انت متاكد من ده؟ فبيقول له ايرل ما بقاش في حاجه اشوفها او اعملها هنا خلاص، انا راجع لبيتي عشان اختبر مهاراتي وممكن اهزم امي دلوقتي. بيوصل ايرل البيت وبتقول له امه واضح انك كسبت خبره كويسه، ما حسيتش بحضورك غير من شويه. فبيقول لها انه فاز بكاس سيد السيف. فبتقول له زي ما انا عملت بالظبط. فلسه ايرل هيقترح عليها مبارزه، تتحرك بسرعه وبتبقى قدامه، وبتقول له ريحه الزهره دي حلوه صح؟ بيقول ايرل في نفسه لو كان معاها السيف كان زماني خسرت دلوقتي. فبتقول له كده كده ما ينفعش نتبارز هنا عشان ما ندمرش البيت. وبيروح المكان تاني، ويبدا ايرل يهاجم بوابل من الضربات. فبتصده وبتقول له واضح انك اتطورت. فبقول لها ايرل ايه المهاره اللي انت استعملتيها من شويه دي؟ بتقول له دي مش مهاره، انا اتعلمت القتال من غير ما اعتمد على مهارات منك يا ايرل. وبيكملوا القتال، وصوت قتالهم بيتسمع في القريه كلها، وبيبقى القتال في عظمته حرفيا مدمر. وفي نفس اللحظه بتكون راينر قدام بيت ايرل وبتخبط على الباب. بتفتح اخت ايرل الباب، وبتبقى مش عاجبها ان راينر بتسال على اخوها، بس الحمد لله ايرل ومامته بيجوا، وبتسالهم البنت الصغيره مين فاز في القتال. بتقول لها مامتها انها خسرت ضد ايرل، وبنعرف ان راينر جايه عشان تتعلم من ام ايرل. وفي اللحظه دي والد راينر بيجي بسرعه بسبب الصوت اللي سمعه في الغابه. فبتقول له ما تقلقش انا قتلت وحوش هناك من شويه، فممكن عشان كده. بعد كده ايرل بيروح لاوضه والده، واللي هو لو انتم مش فاكرين يعني فهو سيد السحر. فايرل بيقول له انت بتعمل بحث سحري؟ فبيقول له ايوه، دي هتبقى تقنيه الكسوه. المهم ان ايرل بيطلب منه انه يعلمه السحر، فابوه بيقول له ان ده مستحيل، انسى الموضوع ده، لان مش كل الناس عندها طاقه سحريه، وانا عمري ما سمعت عن شخص قدر ينفذ التعويذ وهو ما عندوش طاقه سحريه او مهارات. فبيقول له ايرل بس ده مش معناه انه مستحيل. فبيرد ابوه بيقول له صح، خصوصا انت يا ايرل، بس انت اتمرنت كتير عشان توصل لمستواك ده بالسيف، لكن في حاجات في الحياه مش بتتحقق حتى مع الاجتهاد. استخدام السحر من غير طاقه زي سياف من غير دراعين مش قادر يحمل سيفه. فبيقول له ايرل بس ايه اللي يخليك تتاكد اني ما عنديش طاقه سحريه؟ انا
انا متاكد ان عندي طاقه سحريه. وبيحكي له ان لما كان بيتمرن في النقابه ليليا جابت له ماء مقدس كان في المخزن، ولما شربه حس بشعور غريب، فبيقول له ابوه ده كده ممكن انك يكون بقى عندك طاقه سحريه وكده هقدر اعلمك السحر. ويبدا يعلمه فعلا انه يستخرج طاقه من ايده، وفعلا بينجح وبنتاكد ان عنده طاقه سحريه، لكن بيبقى مرهق لمجرد الوميض الصغير ده. فبيقول لابوه انت محتاج مخزون اكبر عشان تبدا تستخدم السحر. فبيساله ايريل ازاي اقدر ازيدها؟ بيقول له زي ما عملت وانت بتتعلم السيف بالتدريب. وبعدها بيغمى على ايريل ويبقى ابوه بيعيط من الفرحه. تاني يوم بيروح ايريل للمتجر عشان يشتري كل الجرعات السحريه اللي موجوده فيه، وبيبدا رحلته في التدريب على استعمال السحر لمده 6 شهور. وبعد ما 6 شهور بيخلصوا الطاقه اللي بتبقى مع ايريل بتبقى طاقه واحد لسه واخد المهاره. فبيقول ايريل يعني كده هقدر استخدم السحر؟ ابوه بيقول له لا، لانك ما بتقدرش تقرا اللغه السحريه، وبما انك مش بتمتلك مهارات فلازم تتعلم اللغه بنفسك عشان تحفظ التعاويذ وتلقيها. وبيقترح عليه انه يتدرب عشان يوصل مستوى القبول في الاكاديميه السحريه في مدينه السحر عشان ممكن يساعدوه هناك. فبيتحمس ايريل وبيقرر انه يتعلم عشان يروح مدينه السحر. بعد مرور كام شهر بيروح ايريل فعلا في طريقه لمدينه السحر ارسبيل، وبيسال سواق العربيه فاضل لنا قد ايه عشان نوصل مدينه السحر. بيقول له يومين تقريبا، بس انت اتغيرت جدا عن قبل كده، من 3 سنين حققت انجازات كبيره في مدينه السيوف ودلوقتي رايح مدينه السحر. فبيسال واحد من اللي في العربيه واسمه كايتو هو انت رايح اكاديميه السحر انت كمان؟ فايريل بيقول له ايوه. فبيقول له الولد بس انت شكلك اكبر مننا بكتير، مش شايف ان الوقت عدى على الالتحاق باكاديميه السحر؟ فبترد بنت تانية بتقول له انا متاكده انه سقط في امتحانات القبول كتير، فما تتريقش من اللي بيعمل اقصى ما عنده عشان يوصل يا كايتو. فبيقول لها انت كده هنتي اكتر مني وانت بتحاولي تدافع عنه يا كوفا. المهم كايتو بيسال ايريل انت ايه اختصاصك السحري؟ انا بالمناسبه اختصاصي السحر الاحمر. ويفتكر ايريل كلام ابوه وهو بيقول له ان في انواع كتير للسحر اللي هي اخضر وازرق واحمر واصفر وابيض واسود، والسحر بيختلف من واحد للتاني لكن انت مش محصور في نوع واحد. المهم بيقول له ايريل اني مش مختص في نوع واحد عشان انا من غير فئه. فبيقول له كايتو وانت بجد هتتعلم السحر وانت من غير فئه؟ انت وقعت على دماغك ولا ايه يا معلم؟ في اللحظه دي بنسمع صوت غريب وكله بيتخض وبيساله ايه ده؟ بيقول ايريل ده صوت جبار، صوت حاجه اسمها جبار يعني. فكايتو لما بيسمع الاسم بيقول للسواق يلا اهرب بسرعه. بيقول له كان نفسي والله يا ابني بس الحصانين اغمى عليهم. وبيظهر جبار فعلا واللي بيكون وحش عملاق وغريب ويبدا يقرب منهم، ولكن مره واحده في حاجه بتظهر من وراه وبتطيره. وبيظهر جبار تاني لكنه بيكون اكبر واطول واضخم. كايتو بينزل من العربيه بيقول لهم انا مش هموت وانا مش بحارب، وبيضرب كره ناريه على الوحش ولكن الوحش مش بيتاثر. وبيصيح كايتو لان المانه بتاعته خلصت، ومره واحده بيظهر اعصار ناري بيخفي الوحش تماما. وبيكون ايريل اللي عمله، وبيقول لنفسه كان المفروض اني اضاعف طاقه الهجوم اكتر. فالثلاثه بيستغربوا لان اعصار النار من السحر اللي بيحتاج فئه عاليه اصلا. بيقوم ايريل يستعمل سحر الشفاء على الاحصنه ويصحيهم. سواق العربيه بيقول له انت انقذتني مره تانية. فبيرد ايريل عليه انا محتاج اشوف قوتك المره الجايه. وفي اللحظه دي بيبدا كايتو يعتذر لايريل وبيقول له من هنا ورايح انا هناديك معلمي، انا عايز ابقى ساحر عظيم زيك. فبيقول له ايريل اوريك شهاده الفئه تاني عشان تصدق اني ولا عظيم ولا نيله. فبيقولوا له اكيد الشهاده دي مزوره، انت بتخفي قدراتك مش اكتر. بيحس ايريل في اللحظه دي انه كان المفروض يستعمل السيف بس عشان المشاكل دي. المهم بيوصلوا مدينه السحر، فكايتو بيقول لايريل هتقدم في مدرسه السحر الاحمر يبقى احنا هنبقى سوا. فبيقول له ايريل هو الاكاديميه متقسمه لمدارس السحر المختلفه؟ فبيقول له ايوه طبعا، انت مش عارف ان اللغه والمفردات والقواعد بتختلف باختلاف السحر ولا ايه؟ وطبعا عشان الانمي ده جامد جدا كل واحد من العيال دي هينضم لمدرسه السحر حسب لون شعره. وكالعاده بيروح ايريل يعبي البيانات عند مكتب الاستقبال، فوهي بتراجع البيانات بتقول لايريل فئتك المكتوبه دي بجد؟ بيقول لها ايوه، وبيقول في نفسه هيحصل زي ما حصل في مدينه السيف. فبيلاقيها بتديله رقم للامتحان، فبيسالها ايريل هو عادي حتى لو انا ما عنديش فئه؟ بتقول له ايوه عشان ليك حق الدخول الامتحان ايا كان فئتك. المهم بيدخلوا الامتحان، بيبقى في واحد متكبر كده بشعر اصفر وبيكون رتبه متقدمه، والرتبه دي بياخدها النوابغ. فالمهم ابو اصفر ده بيسال المعلم وبيقول له عادي لو دمرت الدميه دي بنيراني؟ بيقول له المعلم اعمل اللي انت عايزه. وفعلا بيستعمل سحر اسمه صوران بينزل عمود نار على الدميه، وفعلا كله بيتفاجئ. لكن كايتو بيقول له انت مش في مستوى ايريل ابدا. فبيضربوا ايريل. فبيقول له ابو اصفر تقريبا معلمك عارف الفرق بيننا، مفيش ساحر يقدر يسهر المعدن ده زي ما انا عملت دلوقتي بالنار. فبيقول له ايريل لف وبص كويس، وبتكون الدميه ما انصهرتش ولا حاجه. فبيقول المعلم انها مصنوعه من خام الميسيريل اتصنعت من مدرسه السحر الاصفر. بيتريق كايتو على ابو اصفر بيقول له شكلك بقى وحش يا معلم. فبيضربوا ايريل تاني ويبقى دور ايريل. فبيدخل ايريل ويستعمل سحر خفيف بيبقى شعاع نار رفيع وما بيحصلش اي حاجه للدميه. فبيقول ابو اصفر ايه العبط ده؟ بس انا ضحكت والله. وفي اللحظه دي الدميه بتنصهر. فبيقول له ابو اصفر ده غش، تعويذه الثوران مش بتخلي الميسيريل ينصهر. قال له ايريل بس دي مش تقنيه ثوران عاديه، دي تقنيه انا اللي عملتها بنفسي. وبيخلص ايريل وبيروح لمكان امتحان السحر الازرق. فبتقول له البنت ام شعر ازرق اللي انا نسيت اسمها انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها عشان اتقدم للامتحان. المهم يعني ان ايريل بيدخل ويستعمل سحر الجليد وبيدمر الدميه برضه، وبيمشي برضه وبيروح لمدرسه السحر الاخضر. فبيلاقي كوليتو اللي هي البنت ام شعر اخضر قاعده بره وما دخلتش الامتحان. بيقول لها في ايه؟ انت سقطتي ولا ايه؟ بتقول له لا انا متوتره بس مش اكتر، ولسه اصلا ما سجلتش
دخلتش الامتحان. بيقول لها ايرين لازم تتغلبي على ده، انت حياتك مش هتنتهي على اخفاق واحد ومفيش حد هيموت بسبب فشل في الامتحان. وبعدين يسالها هو امتحان مدرسه السحر الاخضر او عامل ازاي؟ فبتقول له هو بس انك تحرك الطاحونه بسحرك. بيدخل ايرين الامتحان وبيبدا الاختبار وبيستعمل اعصار اخضر ويدمر الطاحونه وبينجح ايرين في الامتحان. وبعد كده بيكمل ايرين لكل مدارس السحر عشان يخش كل الامتحانات بتاعتهم، وبيوصل لمدرسه السحر الاسود وبتبقى شبه خرابه. المهم هو داخل بيلاقي صندوق فيه حد، وبعدين بيبقى فيه بنت بتساله على حد اختفى وهي بتعيط، فبيقول لها تقريبا في الصندوق ده، وبتطلع حربايه بجناحات شكلها غريب كده. فبتقول له البنت ده من صنعي، شكله حلو صح؟ بيضحك ايرل كده، وبعدين هيكل عظمي بيقرب منه وبيقول له انا ما شفتكش هنا قبل كده. فعلى طول ايرل بيقطع راسه، فبتقول له ازاي تقطع راس سيده فجاه كده؟ فبيقول لها ايرل انت وحش من الله موتى. فبتقول له لا انا لاتاليا وانا موظفه هنا. فبيسالها ايرل فين امتحان السحر؟ فبتقول له مفيش امتحان سحر للتقدم للمدرسه دي عشان مفيش طلاب كتير عايزين يتعلموا السحر الاسود. المهم بعد ما ايرل بيخرج بيقابل كايتو واللي معاه، وبيكونوا بقالهم مده بيدوروا عليه، وطبعا كل واحد بيبقى فاكر ان ايرل تبع المدرسه بتاعته. فبيقول لهم ايرل انا هتعلم كل المدارس وكل انواع السحر، فيا ترى هينجح في انه يتعلم كل انواع السحر ولا لا؟ وده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واللي رايك في الكومنتات، وسلام.